واهلا بيكم من جديد مع رحلتنا مع الماكرو نيوترينز. واتفقنا ان احنا اما هنتكلم على البروتين والكربوهيدرات والدهون مش هنقول بالاسم كده كله على بعضه، لا هنبدا ان احنا نفصصهم للاحماض الدهنيه في حاله الدهون والاحماض الامينيه في حاله البروتين، وبرده الكربوهيدرات هنشوف التقسيمه بتاعتها. قلنا بنعمل كده ليه؟ عشان اقدر ان انا اختار وابقى فاهمه انا بختار على اساس ايه. اهم موضوع الطلب مننا في ظل الغلاء وان احنا عايزين نستغنى عن البروتين الحيواني، يا ترى هل البروتين النباتي بديل كويس؟ هل في حالات الصيام المسيحيين يقدروا ان هم يتعاملوا مع البروتين النباتي مفيش مشكله؟ هل الناس النباتيه ما عندهاش اي مشكله من البروتين النباتي؟ هو ده اللي هنقدر النهارده نعرفه. بس قبل ما نقول ايه الفرق بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني، تعالوا نرجع للتقسيمه الاساسيه. قلنا ابسط وحده من البروتين هي الاحماض الامينيه، وطبعا ليها اسماء كتيره جدا. بنقسمها لثلاث حاجات: احماض امينيه اساسيه الجسم محتاج ياخدها من مصدر خارجي لان هي مش بيقدر الجسم يصنعها مع نفسه، وغير اساسيه الجسم ممكن يصنعها، واحماض امينيه يعني مشروطه. يعني ايه مشروطه؟ يعني انا النهارده لو بلعب رياضه ومحتاجه تركيز عالي، لا الجسم مش هيقدر يصنع لي الكميه اللي انا محتاجاها. فبعض الرياضيين وحالات معينه بيبقوا فعلا محتاجين للاحماض اللي هي الامينيه دي اللي الجسم بيصنعها بكميات صغيره. بالتالي بناء عن حته اساسي وغير اساسي، انا بتكلم عن البروتين بقسمه لتقسيمتين: بروتين مكتمل وبروتين غير مكتمل. المكتمل في الاحماض الامينيه الاساسيه والغير اساسيه. الغير مكتمل بيكون ناقصه حمض اميني او اكتر من الاحماض الاساسيه اللي انا عندي مشكله اني ما اوفرهاش للجسم لان هو ما بيعرفش يصنعها. طيب البروتين النباتي والبروتين الحيواني ايه الفرق بينهم؟ احنا لو جينا بقى على حته الاساسي والغير اساسي، هنلاقي ان معظم البروتينات الحيوانيه بتكون متوفره فيها كل البروتينات او بروتين مكتمل، ويستثنى من ذلك الجيلاتين. لكن البروتين النباتي غالبا بيكون غير مكتمل، عشان كده بنقول ان احنا بننوع بحيث ان اللي ناقص مثلا في صنف معين يبقى موجود في الصنف الثاني. ويستثنى من البروتين النباتي ان احنا عندنا الشيا وحاجه اسمها البكويت والكينوا والكتان، بعض الحاجات اللي فعلا ممكن اخدها وتبقى بروتين مكتمل. طيب في نقطه تانية كمان، ان البروتين ما بتوجدش لوحده. يعني زي ما قلنا ان مفيش حاجه اسمها اصل اللبن ده بروتين، اصل الجبنه دي كذا. يعني ما نتكلم كمان عن الهرم الغذائي، هنلاقي يعني بعض مثلا الجبن ناس بتحطها مع البروتين وناس بتحطها مع الالبان، فهتلاقي فعلا ان في نسب مختلفه من تركيز البروتين والفاتس والكارب في الاكل. طيب احنا عندنا البروتين الحيواني يكون معاه دهون، لكن البروتين النباتي بيكون نسبه كبيره جدا منه عباره عن كارب. عشان كده انا حتى في برضه الهرم الغذائي بعتبر ان البروتين النباتي بوحده او حصه من الكارب وحصه من البروتين. دول العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها. يبقى ما هنقارن كده سريعا البروتين الحيواني بالبروتين النباتي بعد ما بدأنا اننا نعرف وحده تركيبهم. قلنا ان البروتين الحيواني يعتبر مكتمل لكن النباتي مش مكتمل ويوجد بعض الاستثناءات. تاني حاجه ان انا معايا للبروتين الحيواني معايا دهون، لكن البروتين النباتي معايا كارب. وطبعا يهمني جدا جدا في موضوع البروتين ده ان انا ما زودش عن حد معين، ما استخدموش كمصدر للطاقة، لان قلنا ان هو مصدر يعتبر مش نظيف وغالي. المخلفات بتاعته بتكون تحميل على الكلى، والناس طبعا اللي عندها مشاكل صحية معينة يعني بياخدوا البروتين بأقل ما يمكن.